طبعا بسبب الجمعيه الدايره اللي في الدوري المصري اللي كل الفرق بتجيب نفس المدربين كل سنه من غير اي جديد ومن غير اي اضافه. فانا سالت نفسي سؤال، هو ليه ما فيش مدربين مصريين في اوروبا؟ لا، سالت نفسي سؤال تاني بقى، هل في مدربين مصريين في اوروبا او بره مصر والوطن العربي والافريقي؟ وقعدت طبعا اعمل سيرش طويل جدا لحد ما دي كان موضوع حلقتنا النهارده، وهو مدربين مصريين في اوروبا وامريكا. بس قبل ما نبدا، شيك او قهوتك واشرب ميه عشان صحتك، ويلا بينا نبدا. تالنتو اللي اعتقد ان مفيش كتير يعرفوه في مصر. تالنتو كان مدير فني لنادي هلسنكي الفنلندي، ايوه هو النادي اللي عمرو جمال احترف فيه. كابتن عبده ما كانش مشهور في مصر عشان مسيرته كانت عاديه جدا، كان بيلعب في نادي اسكو في الدوري الممتاز سنه 1985 وجاله عرض احتراف من هلسنكي، لكن بسبب الاصابات المتكرره كابتن عبده اعتزل سنه 1993 وقرر يحقق حلمه بالاتجاه للتدريب، وطلع خد شهادات تدريبيه كتير قوي من فنلندا ودرب فرق الناشئين في انديه كتير في فنلندا لحد ما بقى مؤهل لقيادة فرق بتنافس في الدوري الدرجة الأولى والممتاز. تالنتو قدم موسم جامد مع نادي أتلانتس في الدوري الدرجة الأولى الفنلندي ونافس على اللقب، لكنه أنهى الموسم في المركز الثاني ونجح في قيادة هلسنكي لحصد لقب بطولة الدوري الممتاز في موسم 2007. ودرب فريق هونكا وعدد من الأندية الدرجة الأولى والممتاز في فنلندا عشان يعمل اسم كبير جدا في الكرة الفنلندية. طلعت آخر محطاته كان بيقوم بمهمة مدير قطاع الناشئين بنادي هلسنكي، وقدم على الفكرة دعم كافي لأغلب المحترفين اللي جم النادي زي عمرو جمال او شريف اشرف اللي انتقل للنادي في موسم 2012. وشريف ده حكايته حكايه ممكن نبقى نحكيها في فيديو محترفين مغمورين. نرجع للكابتن عبده. الكل في فنلندا بيعتبر كابتن عبده طلعت احد خبراء اللعبه هناك، خاصه بعد ما قعد معاهم 18 سنه في التدريب. ويبقى تالنتو زي ما الصحف الفنلنديه بتحب تناديه ابرز المدربين في فنلندا. ابراهيم سعيد. من الحاجات اللي بتضحك ان الكابتن ابراهيم سعيد كان بيدرب جولدي، جاله عرض من نادي برتغالي اسمه فيكتوريا سيتوبال، لكن الموضوع محدش اتكلم عنه بعد كده ولا عرفنا ايه اللي حصل. كابتن هاني رمزي. في موسم 2012 2013 نادي ليرس البلجيكي بيعلن تعيين الكابتن هاني رمزي مدير فني للفريق. وزود دي تجربه كمان نسيت اقولها في فيديو وادي دجله، او مش نسيت بصراحه، انا قصد عشان ترجع تتفرج على الحلقه تاني لو انت مشفتهاش. شفت شغل الماركتنج بقى وكده. المهم كابتن هاني رمزي نجح انه يبقى بالفريق في الدوري الممتاز، لكنه بعد نهايه الموسم قدم استقالته عشان يتفرغ لشغله الاساسي اللي هو كان ساعتها اللي هو مدير فني استشاري لنادي ليرس وتيرن اوت ووادي دجله، واللي بيمتلكهم كلهم الاستاذ ماجد سامي. حسام مهدي. ولا مفيش صله قرابه بيني وبينه يعني، فاهم، هي تشابه اسماء بس. حسام مهدي بدايته كان لعيب عادي في نادي المقاولين العرب وانتقل للزمالك ولعب في الشمس والانتاج الحربي، ما استمرش كتير في الملاعب بسبب الاصابه، وده اللي خلاه يعتزل بدري ويتجه للتدريب وهو عنده 23 سنه بس. بدا كمدرب عام لفريق مواليد 99 في نادي نجوم المستقبل لمده سنه قبل ما ينضم لاكاديميه نادي اتلتيكو مدريد في مصر لمده سنتين، وخلالهم اكتسب خبره كبيره، والتجربه دي زودت شغفه اتجاه التدريب. وفي 2017 وهو عنده 26 سنه سافر لهولندا عشان يحترف التدريب. الموضوع ده انا كنت بدور نهار وليل اني اشتغل في نادي، ده كان هدفي والله من اول ما رحت على طول. انا قعدت ادور بنفسي وما اعرفش حاجه وما اعرفش الشوارع، واروح ادور الانديه اللي في المنطقه اللي لحد ما راح نادي دي دبليو اس وكان بيتفرج على تدريبات الفريق، فاستنى لحد ما خلص التدريب وسال المدرب عن امكانيه انضمامه للجهاز الفني، فالمدرب اداله فرصه انه يجي التدريب الثاني واتكلموا مع بعض وقتها، والمدرب قرر ان حسام يقضي فتره معايشه لمده شهرين مع النادي. وحسام استغل الفرصه وطور من نفسه في اللغه الهولنديه لانها الاساس في هولندا لو انت متعرفش يعني، ودرب فريق تحت 11 سنه وحقق معاهم نتائج كويسه، وبعدها راح لنادي اي سي باوتن فيلدر تحت 13 سنه. وفي هولندا على فكره عامه يعني عادي تدرب فرقتين بس ما يكونوش في نفس المرحله السنيه او يكونوا في نفس الدرجه، وحسام قدر يحصل على الدوره التدريبيه ويفا بي، وبعدها حسام فرغ نفسه لتدريب فرق تحت 15 و17 و19 سنه في نادي باوتن فيلدر. وفي سنه 2021 وقع عقود منصب مدير قطاع الناشئين ومدير التطوير في نادي سويفت وهو عنده 30 سنه بس. حسام كان اتكلم ان المدرب المصري مظلوم لانه بيجتهد بقدراته الشخصيه عشان مفيش نظام قوي يطوره ويستثمر فيه، وان المدرب في اوروبا جزء من منظومه علميه فيها متابعه وتقييم وتطوير ودعم مستمر، اما في مصر المدرب بيحاول يشتغل. وقال كمان مصر مليانه بالمواهب لكن للاسف مفيش اليات واضحه لاكتشاف المواهب دي، ده بعد ما اغلب الانديه قلبت منظومتها لمرحله ان اللعيب هو اللي لازم يدفع عشان يلعب، وبعض الانديه حاليا طبعا بتطلب فلوس عشان اللعيب يتدرب او ينضم اصلا للنادي، وده شيء خطير جدا لانه بيقتل المواهب اللي ما عندهاش قدره ماديه. ننتقل لامريكا.
كابتن زكي عبد الفتاح. هو في شبه كبير من جنابري، بس بعيدا عن ده كابتن زكي كان حارس مرمى عادي في نادي غزل المحله، واعتزل في موسم 94 95، وبعدها راح امريكا وبقى مدرب حراس في نادي لوس انجلوس جالاكسي لحد سنه 2004 مع بوب برادلي. وفي سنه 2005 كلف بمهمه مساعده مدرب حراس منتخب امريكا تحت 20 سنه. وفي سنه 2006 اشتغل في نادي شيفرز مع المدرب بوب برادلي برضه، وبعدها بقى مدرب حراس مرمى مع المنتخب الامريكي سنه 2007 ومع بوب برادلي برضه. زكي عبد الفتاح قدر مع برادلي والجهاز الفني انهم يحققوا انجاز غير مسبوق في تاريخ الكره الامريكيه، وهو الحصول على وصافه كاس القارات بعد الهزيمه من البرازيل في المباراه النهائيه في البطوله اللي كانت بتتلعب في جنوب افريقيا سنه 2009. وبعدها كابتن زكي عبد الفتاح كان مدرب حراس مرمى المنتخب المصري مع بوب برادلي لما مسك المنتخب. قسما بالله العظيم هتقلب معاك، مش هسيبك، لا يمكن. وبعدها انتقل كمدرب حراس مرمى مع منتخب كندا، واخر محطه ليه كانت في نادي لوس انجلوس جالاكسي. ايهاب زنجة. كابتن ايهاب زنجة كان حارس من ناشئين المقاولون العرب وتصعد مع الفريق الاول، وبعدها انتقل لنادي اتحاد عثمان، قعد معاهم من وهم في الدرجه الرابعه لحد الدوري الممتاز واللي بقى اسمهم مزارع دينا، وبعدها انتقل لنادي الاسماعيلي. زنجة ده كان حارس مرمى انتر ميلان عامه ومنتخب ايطاليا، يعني ده مش اسمه الاصلي. بعدها احد اصدقاء الكابتن ايهاب دعاه انه يجي امريكا ويلعب في نادي هناك اسمه بوتلاند، لكن كان عنده اصابه، فمدرب الفريق عرض عليه انه يدرب معاه في الجهاز الفني، وبدا فعلا من وهو عنده 30 سنه، وقعد الكابتن ايهاب في امريكا 12 سنه، وخلال الفتره دي حصل على شهادات تدريبيه معتمده منهم الرخصه ايه، وتولى مهمه تدريب حراس مرمى منتخب امريكا العسكري، واشتغل مدير قطاع ناشئين في نادي بوكا جونيور وفلوريدا الامريكي، ونجح كمان انه يكون محاضر دولي في دول افريقيه واوروبيه. وفي سنه 2023 في اخر محطاته كابتن ايهاب اتولى مهمه مدير التخطيط والاستثمار لنادي الاسماعيلي، وعلى فكره طلع لعيبه كويسه في الفتره دي يعني، ولعيبه سافرت بره مصر زي اياد العسقلاني، وطلع لعيبه من الناشئين فادت الفريق في مستقبلا، لكنه برضه الاسماعيلي بيعاني لسه يعني. وبمناسبة أمريكا في مدربين مصريين كتير قوي عامة في دوري الجامعات في أمريكا. وكده الفيديو يكون خلص، لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وتقول لي رأيك، وهل في مدربين انت تعرفهم يعني بيدربوا بره مصر، وتحكي لي ليه المواهب قليلة في التدريب في مصر، وليه ما فيش مدربين كتير محترفين خارج مصر. وبس كده، يا رب دايما تكونوا بخير، والسلام عليكم. اوجه الاختلاف بين قطاعات الناشئين في مصر وفي مثلا في هولندا، انت خضت تجربه هناك وشفت ومقرب جدا من صوره هناك يعني. اوكي، اولا خلينا نتكلم ناخد الصوره كده بس من بعيد الاول، ما نخش في التفاصيل على طول، بس اقول لك من بعيد كده. ماشي. الاتحاد الهولندي عامل نظام محترم وقوي جدا للمسابقات. يعني هو في كل مسابقه عامل اداره مخصوصه للمسابقه دي. تمام. فالاتحاد مدي اهتمام كبير جدا لقطاعات الناشئين، فتلاقي مثلا في كل مسابقه هتلاقي فيه موظفين كتير جدا، هتلاقي مثلا في بتاع 1200 موظف للمسابقه دي. 1200 موظف للمسابقه ومش كلهم مدفوعين الاجر، ودي حاجه برضو نقطه اللي انا بقول لك، صناعه الكادر انك بتدي الناس فرصه ان يشتغلوا مظبوط، بس بعد كده ممكن الكويس منهم يكمل. فهو في هناك عدد كبير جدا بيشرف على الموضوع. ماشي تمام. ده من الناحيه التنظيميه والاداريه. اوكي. هم كمان عاملين اطار فني واضح للاعب. يعني مثلا اللعيب بتاع 11 سنه ده مطلوب منه يتعلم اساسيات كره القدم، يبدا يتعلم شويه تكتيك ازاي يقف في البوزيشن بتاعه والحاجات دي كده. تبدا 14 تبدا تلعب 11 ضد 11. هنا في مصر بنبدا 11 ضد 11 متاخر جدا. جدا صح. عشان كده تلاقي اللعيب المصري عنده مشكله في التكتيك بحته باينه دايما. اللعيب المصري تكتيكيا مش احسن حاجه، لانه بيبدا 15 سنه بيلعب 11 ضد 11، هناك الولد تلاقيه 12 سنه قد كده في الملعب وحافظ البوزيشن بتاعه وعارف كل حاجه. في دي وحافظ تاكتكس كتير، طرق لعب بيلعب 11 ضد 11 وعنده 12 سنه.